نظم الدرر السنية في السير الزكية، ألفية السيرة النبوية. ذكر صفته صلى الله عليه وسلم. وربعة كان من الرجال لا من قصارهم ولا الطوال، بعيد بين المنكبين شعره يبلغ شحمة الأذن يوفره، مرات أخرى فيكون وفره يضرب منكبيه يعلو ظهره، يحلق رأسه لأجل النسك وربما قصاره في نسك. وقد رووا لا توضع النواصي إلا لأجل النسك المحاصي، أبياض قد شرب حمرة علت، وفي الصحيح أزهر اللون ثبت، وفي الصحيح أشكال العينين أي حمرة لدى بياض العين. ولعلي أدعج وفسر بشدة السواد في العين يرى، وفي الصحيح أنه جعد الشعر لا سابط ولا بجعد الخبر. وعن علي سابط لم يثبت إسناده وكان كث اللحية، وأشعر الصدر دقيق المسربة من سرة حتى يحاذي لاببه، وكان شثنا كفه والقادم وهو الغليظ قوة يستلزم، إذا مشى كأنما ينحط في صبب من صعود يحط، إذا مشى كأنما تقلع من صخر قوي مشي مسرعا، يقبل كله إذا ما التفت وليس يلوي عنقا تلفتا، كأنما عراقه كاللؤلؤ أي في البياض والصفاء إذا رؤي، تجمعه أم سليم تجعله في طيبها فهو لعمري أفضله، يقول من ينعاته ما قبله أو بعده رأيت قط مثله. ذكر وصف أم معبد له صلى الله عليه وسلم. تقول فيه بلسان الناعت أبلاج وجه ظاهر الوضاءة، الخلق منه لم تعبه ثجله كلا ولم تسري به من صعله، أدعاج والأهداب فيها واطف من طولها أو غاطف أو عاطف، والجيد فيه ساطع وسيم والصوت فيه صاحل قسيم، كثيف لحية أزج أقرن أحلاه من قرب له وأحسن، أجماله من بعد وأبهى يعلوه إذ ما يتكلم البهى، كذاك يعلوه الوقار إن صمت منطيقه كخارز تحدرت، فصل الكلام ليس فيه هذر حلو المقال ما عراه نزر، لا بائن طولا ولا يقتحم من قيصر فهو عليهم يعظم، بنظرة الموضار والمقدار تحفه الرفقات بائتمار، إن أمروا تبادروا امتثالا أو قال قولا أوصتوا إجلالا، فهو لدى أصحابه محفود أن يسرعون طاعة محشود،
ليس بعابس ولا مفند بذاك عرفته أم معبدي. ذكر وصف هند بن أبي هالة له صلى الله عليه وسلم. وابن أبي هالة زاد لما وصافه مفخما وفخما لوجهه تلألؤ كالبدر معتدل الخلق عريض الصدر عظيم هام واسع الجبين فمنضلع أقنأ العرنين يعلوه نور من رآه إما لم يتأمل ظنه أشما مفلج الأسنان سهل الخد أشناب بادن طويل الزند عنقه يرى كجيد دمية مع صفاء لونه كالفضة أزج في غير قرن إذا غضب بينهما عرق يدره الغضب وسائل الأطراف رحب الراحة ضخم الكراديس ذريع المشية